مواصلة لسياستها الرامية لتكريس التداول على مناصب المسؤولية وفتح الباب أمام كفاءات شابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني زوال أمس الأربعاء 31 مايو الجاري عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية واللامركزة للأمن الوطني بكل من مدن الرباط وفاس وتاونات وتازة. وقد شملت التعيينات الجديدة التي أشار عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي 6 مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية، من بينها تعيين رئيس لمصلحة التشخيص باستعمال البصمة الجينية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، علاوة على تعيين نائب لرئيس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة بالرباط ورئيس لإحدى الفرق العملياتية التابعة لنفس المصلحة. كما همت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح مركزة للشرطة القضائية والأمن العمومي، تضمنت تعيين رئيس للفرقة